الوضع في الخرطوم الآن عقب إعلان محمد حمدان قائد قوات الدعم السريع عن هدنة من طرف واحد عشية عيد الأضحى. أفاد مراسل الجزيرة بسماع أصوات إطلاق نار متقطع من أسلحة ثقيلة جنوب أم درمان وغرب الخرطوم صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع هدنة ليومين من طرف واحد. وقد استمرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم أمس الاثنين، حيث قصف الجيش نقاط تمركز قوات الدعم السريع بعد استهدافها مقر الاحتياطي المركزي للشرطة. وأفاد مراسلنا بأن سلاح الجو السوداني شن غارات على مواقع لقوات الدعم السريع في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري. وتصاعدت أعمدة الدخان من منطقة الغابة غربي الخرطوم ومناطق في جنوب الخرطوم بحري وغرب أم درمان، وتزامن ذلك مع تحليق الطائرات الحربية وإطلاق رصاص للمضادات الأرضية جنوبي أم درمان. وقد أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان في تسجيل صوتي هدنة من طرف واحد تستمر يومين، وقال إن وقف إطلاق النار سيسري يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى. كما أعلن قائد قوات الدعم السريع تشكيل لجنة للمحاسبة من اشتبه بارتكابه انتهاكات من عناصر الدعم، مؤكدا رفضه لأي انتهاكات بحق المدنيين.